هنتكلم في الفيديو دوت على الداشبورد تبع الانستراكتور. اول حاجه انا عندي هنا الداشبورد فيها الاحصائيات تبع الانستراكتور، عدد الكورسات بتاعته وعدد الدروس، عدد الطلاب اللي مشتركه في الكورسات، وهنا عدد الطلاب اللي هو مشتركه والكورس تبعه في الويش ليست تبع الطلاب، وهنا عدد المدرسين اللي في السيستم. عندي هنا إحصائية بالاشتراك. هنا الشهر 8 تم اشتراك طالب 2 طلاب، وهنا عدد الكورسات اللي معمول لها اكتيف او ان upcoming باللون الازرق pending والبرايفت والدرافت والان اكتيف. عندي من هنا بقدر ان انا مانجمنت الكورس عن طريق ان انا بشوف الكورسات بتاعتي، الاكتيف كورس والبندنج والابكامينج والفري كورس والبيد كورس. هنا اقدر ان انا اعمل سيرش باسم الكورس، وهنا اقدر ان انا اعمل فلتر بالكاتيجوري بالستودنت انستراكتور، وهنا البرايس اللي هو فري او بيد الكورسات المدفوعة. من هنا بقدر ان انا اضيف كورس جديد خاص بيا عن طريق اللي انا بضيف تايتل تبع الكورس، الشورت ديسكريبشن والديسكريبشن، الكاتيجوري، الكورس ليفل واللغة بتاعته، وهنا نوع السعر سواء مدفوع او فري. لو مدفوع فانا بدخل هنا السعر، لو كورس انا عامل عليه خصم فبتشيك هنا واكتب السعر بعد الخصم. لو الكورس فري فانا بختار هنا فري لايف تايم ولا ليميتد تايم، و enable drip content اللي هو المحتوى المتسلسل، وهنا السب ميل تبع الكورس. من هنا بقدر ان انا اتحكم في الكورس باندل، اشوف الكورس باندل اللي عندي. من هنا اقدر ان انا اضيف نيو باندل، اضيف التايتل واختار الكورس اللي انا اعمل عليه باندل، البرايس السعر وعدد الايام بتاعت السبسكرايب، وهنا ديتيلز، وهنا الصورة تبع الباندل. من هنا بقدر ان انا اعمل كمان معسكرات تدريبية مانجمنت بوت كامب، ان انا بمانج المعسكرات التدريبية اللي عندي. وان انا من هنا انا بقدر اضيف بوت كامب معسكر تدريبي عن طريق ان انا بدخل التايتل تبع المعسكر، الشورت ديسكريبشن، اختار الكاتيجوري، وبختار الخطة بتاعتي بيد او فري. من هنا بقدر امانجمنت المدرس الخاص بيا، ماي سبجكت، المواد الدراسية بتاعتي، بمانج السكادول، المواعيد بتاعتي. من هنا ان انا بضيف سكادول، انا عندي هنا ميعاد، بختار الكاتيجوري وبختار المادة تبعي، بختار ان هي سنجل تايم ولا ريبيت داي، ايام عندي يعني عدد ايام في الاسبوع، فانا هنا بحدد الايام وبحدد التواريخ بتاعتي والمدة والديسكريبشن، او ان انا سنجل تايم ان انا بحدد الوقت اللي هبتدي فيه والدايركشن بتاعه قد ايه، والديسكريبشن. هنا الاول بوكينج ان هنا الكتب بتاعتي كلها سواء انا عندي لايف او upcoming، او هنا الارشيف بتاعتي ان انا هنا اقدر ان انا اضيف بوكينج. الاي بوك الكتب الالكترونيه ان انا بمانجمنت الكتب عن طريق هنا بيظهر عندي الكتب بتاعتي، ان انا بقدر ان انا اضيف من هنا اد نيو بوك يظهر معايا، فانا بضيف هنا التايتل تبع الكتاب والكاتيجوري بتاعته واللانجوج اللغه، ديسكريبشن، سعر سواء بيد مدفوع او فري، هنا البابل تاريخ النشر، وهنا السب ميل الغلاف تبع الكتاب، وهنا البريفيو تبع الكتاب، وهنا بحمل الكتاب كله. من هنا بشوف الانستراكتور فيمنت الارباح بتاعتي. من هنا بضيف بختار التاريخ من الى، اقدر ان انا اعمل فلتر ابحث بالتاريخ بتاعتي. هنا السيلز المبيعات بتاعتي بتظهر هنا، تقارير المبيعات بتاعتي بالتواريخ. بي اوت عندي في الويزدرو
withdraw هنا أنا بشوف ال available بتاعتي، التوتال بيمنت بي اوت بتاعتي، والريكوستات إن أنا بيكون ليا فلوس، فأنا أقدر إن أنا أعمل طلب ريكوست بالمبلغ وببعت يوصل للأدمن، والأدمن بيراجع الطلب يبعته يا إما يرفضه. السيتنج هنا أنا بقدر من هنا إن أنا أضيف الداتا بتاعت البي اوت بتاعتي عن طريق البي بال، ان انا بضيف المعلومات المطلوبة مني هنا، او سترايب. بلوجز بتاعتي ان انا اقدر ان انا امانجمنت البلوجز بتاعتي من هنا، اقدر ان انا اضيف بلوجز او ان انا اسرش عنها وان انا اعمل لها اكسبورت. اقدر ان انا من هنا اضيف اد نيو بلوج كمان عن طريق ان انا بضيف التايتل وبختار الكاتيجوري بتاعتي والكيورد الكلمات المفتاحية بتاعتي والديسكريبشن والصور، وهي بوبيلر ولا مش بوبيلر. من هنا بيظهر البندنج بلوجز بتاعتي بعد ما بضيفها لحد ما الادمن ان هو يابروف عليها. ومن هنا بقدر ان انا امانجمنت البروفايل بتاعي، بروفايل سيتنج، والريزمي اللي هو الاديوكيشن بتاعي او السي في بتاعتي. اقدر ان انا اضيف add new education title والمعهد والدولة والتاريخ والديسكريبشن.